السلام عليكم. انا واجهتني مشكله من مرتين فاتوا كده مع حله الضغط. دي تعتبر التالتة، وانا حبيت ان انا اصورها معاكم عشان لعل وعسى حد يستفيد من التجربه ديت، ولو حد واجهته نفس المشكله. تمام. انا من الشهر اللي فات استخدمت حله الضغط مرتين، وفي خلال المرتين كانت بتواجهني ان كان في يعني من ناحيه الصمام ده هواء، كان البخار يعني كان بيطلع شديد من هنا. تمام. يعني مش الصوت الفقاقيع يعني اللي هي كانت بتبقى ناحيه الصمام وخلاص، لا ده زي ما انتم شايفين بخار شديد كان بيطلع. تمام. هو المفروض ما بيكونش فيه بخار شديد للدرجه دي يعني. تمام. فانا قعدت افحص الحله، وبعدين خايفه ان يحصل اي فحص فيها، العب في حاجه. انا يعني الواحد دايما بيقلق من حله الضغط لا يعمل اي حاجه غلط، فلا قدر الله يحصل مشكله. فحصتها من ناحيه الجوان اللي هو اللي بيتركب في تانية الحله، اللي هو الاطار بتاع الحله ده اللي كان بيتركب من هنا. انا هبقى اشاور عليه بعدين. فحصته ويعني وخلعته الاول، وبعد كده ركبته تاني وكويس جدا. قلت يمكن من الجوان. استخدمتها للمره التانية برضو في تنفيس وفي بخار بيطلع وهكذا. فانا مش عارفه ايه، قلت يمكن من اللي انا بغسلها في حله في سوري في غسالة الاطباق يمكن حصل مشكله ولا حاجه. انا دلوقتي طفيت على الحله دي للمره الثالثه انا بستخدمها. وبعدين انا كنت بلعب قبل يعني في الصمام الاسود دوت قبل ما انا اصور، كنت بحركه يمين وشمال عشان اشوف الصوت، يعني درجه الصوت ايه. انا وانا برفعها عشان اوريكم يعني انا اتخطيت اساسا ان حصل صوت بيطلع. المرتين اللي فاتوا ما كانش فيه صوت لتنفيس البخار بيطلع. تمام. ف... فرحت يعني انا نزلتها اتخطيت، وبعد كده رحت رفعتها تاني. المره دي بيطلع بخار، عشان وانا قبل التصوير كنت بضغط على الصمام وبحركه يمين وشمال، فلاحظت ان الصوت بقى يقل شويه شويه يرتفع. فانا ساعتها استنتجت ان المشكله اللي حصلت في تنفيس الهواء ده من صمام البخار. تمام. وبعدين كانت في مشكله برضو بتواجهني في المرتين اللي فاتوا، ان اللحمه ما كانتش بتستوي وبتاخد مده على البوتاجاز. تمام. فانا كاني بسلقها في حله عاديه جدا. تمام. وبالتالي منسوب الشوربه كان بيقل خالص. يعني انا بحاول كل مره بزود في الشوربه اللي هو السائل اللي بيتسائل من الميه، يعني اللي انا بسلق فيها اللحمه. تمام. عشان بحب ان انا اخزن الشوربه دي استفاد بيها وكده في حاجات تانية وكده يعني. فالشوربه تبقى يعني اللي بتقل حاجه بسيطه. فكل مره المرتين اللي فاتوا كان بتقل نص الكميه. تمام. انا هنا يعني وانا معاكم فضيت البخار كله. تمام. ده مكان الجوان في تانية الحله هنا اللي بيتحط. تمام. حتى هنا يعني الضي بتاعه باين شويه في الحته دي، فده مكان الجوان. تمام. انا كنت بحسب ده كله ان المشكله مشكله الجوان او المسامير الربط اللي في ظهر الغطا. يعني انا شفتها برضو واتاكدت منها مفيش اي حاجه. فانا كل المشكله كنت بحسب اليد دي هي في مشاكل في حاجه في الغطا في الجوان. انا مش عارفه. انا هنا هفتح الغطا. تمام. فالحمد لله لحد الان الدنيا تمام. يعني انا يعني قبل التصوير انا فعلا خلاص استنتجت يعني خلاص المشكله في الصمام. هنا شفتوا الميه نزلت النص. تمام. يعني انا دايما ببقى يعني بيبقى قبل المستوى اللي هم بيبقوا محددينه ب 2 سم. انا بحب اكتر في الشرب. تمام. نزلت ده كله بسبب الهواء اللي بيخرج او البخار اللي بيخرج. فلو حد واجهته يعني المشكله ديت، تمام، ادي احنا عرفنا الحل ايه. تمام. انا عشان ده على طول كنت ساعات احب اشطف، ارفع الصمام الاسود ده واشطفه عشان ما يبقاش مسدود. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا في المشكله اللي كانت بتواجهني، وربنا يسترها معانا.